السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قولوا آمين. مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامجكم الحافظ الرباني، ومعنا اليوم المتسابق مصطفى عبد الله والمتسابق أنس ورداني. وكما أقول دائما، أنا لست أهلا لهذا، وهم رفقائي وإخواني وزملائي، ولكن كان الهدف من هذا البرنامج تقديم محتوى هادف في هذا الشهر العظيم، لا سيما أن أهل الباطل زاحموه بمحتواهم الفاسد. نبدأ على بركة الله الحلقة التاسعة من برنامجكم الحافظ الرباني، والفقرة الأولى فقرة المزاد. اذكر ما تستطيع قوله من المواضع التي ورد بها كلمة الإنجيل بالقرآن الكريم خلال 30 ثانية. والمزاد يبدأ مع مصطفى عبد الله. كم تستطيع أن تذكر؟ مع العلم أن تخفيضة المزاد 12 موضع فقط. من يقول 12 الأول يأخذ الريسك. كم تستطيع أن تذكر؟ واحد. أنس. اثنان. كم؟ واحد. مستعد؟ إن شاء الله. تيمور. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، سورة آل عمران. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، سورة التوبة. والعشر نقاط تذهب لأنس. ننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة الجرس. الفقرة الثانية فقرة الجرس. السؤال الأول: أين ذكرت قصة صاحب الجنتان؟ سورة الكهف. سورة الكهف. إجابة صحيحة. السؤال الثاني: حكم النون في قوله من أهل الكتاب؟ الإظهار. الإظهار. إجابة صحيحة. السؤال الثالث، ترى الإجابات تعتمد على السرعة. السؤال الثالث: أين نزلت سورة الأنبياء؟ في مكية. مكية. إجابة صحيحة. 3 نقاط لا شيء. السؤال الرابع: معنى العاديات؟ الخيل تعدو في الغزو وتضبح. إجابة صحيحة ما شاء الله. 4 لا شيء. السؤال الخامس: ما هي السورة التي تسمى بالطامة؟ سورة الذاريات. سورة الذاريات. إجابة خاطئة، النقطة تذهب مصطفى عبد الله. 4-1. والإجابة الصحيحة النازعات. السؤال السادس: ما السورة التي تقع بين العاديات والتكاثر؟ سورة القارعة. إجابة صحيحة. السؤال السابع: أين ذكر الزيتون؟ التين. نعم، إجابة صحيحة. السؤال الثامن: من هو الملك الذي ذكر في القرآن عدا جبريل؟ ميكائيل. نعم، إجابة صحيحة. السؤال التاسع: ما هي الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن؟ مصر. إجابة صحيحة. السؤال العاشر والأخير: ما هو أول بيت وضع للناس؟ نعم، الكعبة. إجابة صحيحة. ونتيجة فقرة الجرس: 8 أنس ورداني، 2 مصطفى عبد الله. والنتيجة في نهاية الفقرة: 18 أنس، 2 مصطفى عبد الله. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، في أي سورة؟ والسؤال الأول: والجبال أرساها. سورة جبال أرساها. النازعات. سورة النازعات. نعم، إجابة صحيحة. أخرى تحبونها نصر من الله. سورة الصف. سورة الصف. إجابة صحيحة. خلق الإنسان. سورة الرحمن. سورة الرحمن. نعم، إجابة صحيحة. محمد رسول الله. سورة محمد. سورة محمد. إجابة خاطئة. الفتح. الفتح. إجابة صحيحة. 3-1. السؤال الخامس: إنك ميت وإنهم ميتون. سورة 5. الزمر. إجابة صحيحة. السؤال السادس: قد يعلم الله المعوقين منكم. سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. نعم، إجابة صحيحة. السؤال السابع: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. سورة النمل. إجابة صحيحة. السؤال الثامن: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سورة المؤمنون. إجابة خاطئة. سورة الأنبياء. إجابة خاطئة، والنقطة لا تذهب إلى أحد. السؤال التاسع: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. سورة الأنبياء. إجابة صحيحة. السؤال العاشر والأخير: إن تعذبهم فإنهم عبادك. المائدة. سورة المائدة. إجابة صحيحة.
والنتيجة في نهاية الفقرة 6 مصطفى عبد الله و3 أنس، والنتيجة الكلية 21-8. الفقرة الرابعة فقرة العد التنازلي. اذكر ما تستطيعان من الآيات التي ورد فيها ذكر اسم سيدنا يوسف. البداية مع مصطفى. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا نعم. منا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. نعم. 5 4 3 2 1 خطأ. ولما دخلوا على يوسف. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. نعم. فلما دخلوا على يوسف. إجابة صحيحة. 5 4 3 2 1 الخطأ الثاني. لقد كان في يوسف وإخوته. إجابة صحيحة. وقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا. تركنا يوسف عند متاعنا. مصطفى. 5 4 3 2 1 الخطأ الثاني، والعشر نقاط لأنس. بارك عليك. والنتيجة في نهاية الفقرة الرابعة 31 أنس 8 مصطفى عبد الله. ننتقل إلى الفقرة الخامسة والأخيرة، فقرة تحت الضغط. مستعد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تيمور. سورة الأنعام مكية. خطأ. تقع سورة الهمزة بين البينة والعاديات. خطأ. سورة قاف بها سجدة. خطأ. معنى الضحى آخر النهار. خطأ. ذكر الحديث في سورة الإسراء. صح. السورة التي تسمى سورة بدر سورة الأنفال. صح. ذكر قصة السامري بسورة طه. صح. فكشفنا ما به من ضر الراء مفخمة حال الوقف. صح. من السورة التي بدأت بالحمد الأنبياء وانتهى الوقت. ننتقل إلى المتسابق الثاني. مستعد؟ إن شاء الله. تيمور. سورة الأنعام مكية. صحيح. تقع سورة الهمزة بين البينة والعاديات. خطأ. سورة قاف بها سجدة. خطأ. معنى الضحى آخر النهار. صحيح. ذكر الحديث في سورة الإسراء. خطأ. السورة التي تسمى سورة بدر سورة الأنفال. خطأ. ذكر قصة السامري بسورة طه. صحيح. فكشفنا ما به من ضر الراء مفخمة حال الوقف. صحيح. من السور التي بدأت بالحمد الأنبياء. خطأ. ثاني أقصر سورة من وينتهي الوقت. وفي نهاية الفقرة الخامسة 7 نقاط مصطفى عبد الله و6 نقاط أنس ورداني. وبهذا تكون النتيجة في نهاية الحلقة 31 أنس ورداني 18 مصطفى عبد الله. ودائما أقول لا يوجد في القرآن خاسر. في نهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إنسى إن لا نبالي فلنسير